فهذا فيه بيان فعلا لعظم مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل الرجل يصلي ويصوم ويتصدق أو يتكلم في أهل البدع، فبين رحمه الله تعالى أن الكلام في أهل البدع أفضل من الاقتصار على نافلة الصدقة والصلاة والصوم وغير ذلك. مش معناه أن يترك الصلاة، لا، المقصود يعني النافلة والاشتغال بهذا الباب حتى يصبح له الشأن العالي المرتفع في التنفل بالصلاة والصوم والزكاة وكذا. وهذا أكبر رد على الذين يقولون بأن الاشتغال ببيان سبيل المنحرفين وسبيل أهل البدع الضالين وأهل الأهواء أن هذا مما يقسي القلب، وأن هذا مما يعني لا ينبغي الاشتغال به. ينبغي الإنسان يشتغل يا إخواني بإصلاح قلبه وبحفظ لسانه ودع الملك للمالك وكذا لا يا إخواني، إصلاح القلب أيضا من أعظم أسباب إصلاح القلب أن الإنسان ينصر دين الله عز وجل، وأنه ينفي عن دين الله سبحانه وتعالى تحريف الغالين ومذهب البطالين الضالين. هذا جهاد عظيم جدا، أعظم من جهاد السيف والسنان. الجهاد، وده اللي قاله شيخ الإسلام أيضا في رسالة الغيبة، هذه رسالة جميلة جدا مختصرة ننصح بتنزيلها وسماعها إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ابن تيمية بأن التحريف أو الوقوف وضد المبتدعة الذين نسبوا إلى الدين ما ليس منه حتى يبقى الكتاب صافيا وحتى تبقى دلالة الكتاب صافية، هذا أعظم بكثير جدا من غيره من العبادات أو من الجهاد بالسيف. حتى قال كده بنفس اللفظ، قال بأن جهاد المبتدعة أعظم من جهاد أعداء الدين. يقول جهاد أعداء الدين. شفت عليه الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ رحم الله الشيخ، سبحان الله. ولهذا احنا قلنا لإخوانكم في أجا إن هذه أنتوا يمكن خطبتم في الغيبة كثيرا جدا، كل واحد فيكم خطب في الغيبة وأفات اللسان وكذا كثير، لكن إذا ربطتم بقى الغيبة، الكلام في الغيبة السلفية، يعني الغيبة بطريقة السلف، اسمع كلام شيخ الإسلام. لأن عارف شيخ الإسلام إن هو مش بيتكلم في مسألة كمسألة، وإنما يحشي حولها بما لذ وإيه وطاب. فبيقول إن جهاد المبتدعة أعظم من جهاد الأعداء. قال لأن تسلط الأعداء على بلدان المسلمين، خد بالك، ودخول الأعداء إلى بلدان المسلمين يفسد الأبدان، ثم يكون بعد ذلك الدين بقى تبع. أما المبتدعة يفسدون القلوب والأديان أولا. المبتدع يفسد القلب والدين، لكن العادي ده بيجي يتسلط على البدن، إنما المبتدع بيتسلط على إيه؟ على القلب. وهلكت بقى القلب ولا هلكت البدن؟ لا، هلكت أيهما أعظم؟ هلكت القلب ولا البدن؟ القلب. هلكت البدن، كما أن الغذاء الأعظم غذاء القلب مش غذاء البدن. كما أن المصيبة لو كانت في البدن أخف بكثير من أن تكون في القلب. ما فيش مقارنة بين القلب والبدن. فأعداء الإسلام بيتسلطوا على البدن ولا على القلب؟ لكن أعداء الدين بقى من المبتدعة بيتسلطوا على القلب فيوردون عليه الشبهات. لهذا كان دفاع وجهاد هؤلاء الذين يتسلطون على القلوب آكد من جهاد الذين يتسلطون على الأبدان. هذا كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي قرره أيضا ابن القيم حينما قال والجهاد بتبليغ السهام، بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام في نحور العدو. ذلك لأن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا إيه؟ أتباع الرسل. وأيضا ذكر رحمه الله تعالى في أول كتاب الجهاد في زاد المعاد ما يبين هذا نوعي الجهاد، وأن أعلى النوعين هو الجهاد بالإيه؟ بالحجة والبيان. فالذين يتشوفون ويتشوقون ويريدون الجهاد بحق، هذه ساحة لمن يتركوها
لمن يترك هذه الساحة؟ هذه الساحة بحق، ساحة الجهاد بحق يا إخواني، ساحة الجهاد بحق. ليه؟ لأن الإشكال سبحان الله أن تسلط المبتدعة على المسلمين يقطع أوصارهم ويفسد عليهم دينهم، ويكون الواحد منتسب لهذه الأمة لكن أكثر من اليهود والنصارى بسبب هذه الانحرافات. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بمن قال إن الله كل شيء؟ الله أنت، الله البهيمة، الله الكلب، الله الخنزير، لأن الله حل فيه، حاشاه سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله يعني لما حل الله في واحد كفرهم الله، ولما يحل الله في كل الكائنات، ودول من هذه الأمة من يجاهد هؤلاء؟ فأسأل الله أن يستعملنا وإياكم في نصرة السنة والمحافظة عليها. هذا أمر ليس هينا، ولا يأتيك واحد ينصحك في جوف الليل والله أنا جاي أنصحك يعني في الله والله لمحبتي لك، أنا أقول لك الله يبارك فيك، يعني دعك من هذه الموضوعات وخلينا من هذه الأمور يعني، وسلامة القلب يا أخي لا يعدلها شيء. ويعني رحم الله عز وجل معاذ بن جبل تعالى نؤمن ساعة، ورحم الله كذا، والذكر والطاعة، وكلمتان خفيفتان عن لسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل هذا صحيح في بابه، وهذا صحيح في بابه، هذا باب وهذا باب. ويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وانت بتجاهد اذكر الله، الذكر نعم، والجهاد نعم، الصلاة نعم، ومحاربة أهل الضلال نعم، كل هذا، هذه كلها أبواب، لا يكون باب غالبا على باب. وأنا أتكلم على أهل البدع، أتكلم من نصرة الدين، ومن أجل أن تكون كلمة الله العليا. وأعلمنا أخواني أن أناسا يشهرون سيوفهم في ساحات الوغى، في ساحات الوغى مع المسلمين ضد الكافرين، ومع ذلك ليس لهم من جهاده نصيب في الأجر والثواب، لأنه قاتل حمية عصبية. كذلك من الناس من يزب عن السنة ولكن لا يريد بذلك وجه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام أيضا في هذه الرسالة المباركة، يقول وأنه لا ينظر فقط إلى مسألة يعني تتبع أهل البدع وكذا، لكن لابد أن يكون مع ذلك حسن النية ونصرة الشريعة. يبقى الإنسان قصده إيه؟ نصرة الدين، مش قصده أن يعلو، مش قصده أن يقول الناس أنت وغيرك لا. فده مثل المجاهد بالضبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. برضه من كتب لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. برضه من نصر السنة لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إنما ممكن الإنسان يتكلم بالحق، وممكن يدرس الأجر ده ويعني ينشره في الناس، لكن لا من أجل إعلاء كلمة الله، ولا من أجل إظهار السنة، ولكن من أجل إعلاء قدره وإظهار نفسه عياذا بالله. فلا بد من أمرين، لا بد من أمرين. الأمر الأول أن تجاهد بشرط الجهاد، الأمر الثاني أن تكون صاحب نية صادقة صحيحة سليمة سديدة. فالأمر ليس هينا، ولا تظن أن الكلام في أهل البدع كلام يعني خفيف على من يتكلم، بالعكس على خلاف الأصل. وأنت تسير على يعني خيط في الحقيقة هو أدق من الشعر وأحد من السيف. فأي زلة أي انحراف سوف تكون مؤاخذا عليه. لهذا أنا بقول لإخواني هذه الأمور إخوان تبنى على العلم وعلى حسن القصد، والإنسان لا ينبغي أن يتشاف ولا يزيد. فلان مثلا هذا كلب، لا 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 تتطاول، لا تتطاول. وأنا أحدد بصفة الخاصة أقول قد يقبل مني ما لا يقبل منك. ثانيا قد يصلح بينكم ما لا يصلح مع غيركم. فإياكم أن يؤتى الحق من قبلكم، إياكم أن يؤتى الحق من قبلكم. والمسألة ليست التشفي، بل المسألة مبنية على العلم والبصيرة ومراعاة مصالح ومفاسد وديانة. قصدك إيه؟ أنت بتتكلم هذا الكلام، ملاحظاتك دارسها مظبوط،
ملاحظات قوية، لأن الإشكال قد تتكلم في غير موضع الكلام ومع من لا يفهم هذا فيأتي الأمر بالإيه؟ بالعكس. وأيضا نحن نحب أن يفتح الله عز وجل على قلوب إخواننا جميعا بالعودة والأوبة، ورجوعهم أفرح إلينا من استمرارهم على هذا. ولهذا لما تصل كلمتنا إليهم أنهم ده هذا كلب وهذا كذا سوف تغلق قلوبهم، لكن حينما تصل الكلمات في الحرص على السنة، الذب عن السنة، وأنك تحب منهم أن يكونوا معك على السطح وعلى الطريق، وأنك تحذرهم مغبة ذلك ولو بالأسلوب الشديد، لكن الذي تبعه السلف فإنه والله إن أنكر ذلك فهو وشأنه، ولكن كان فيه خير قبل ذلك وحمد لك ذلك. إنسان يحمد الله إذا كان على انحراف أن أحدا من الناس يوقف زحف انحرافه حتى لا يغتر به جمهور الأمة فيكونون في رقبته يوم القيامة. فنيفرح بها زي ما أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة. فلهذا أجر رحمه الله تعالى انتقل من الخوارج يتكلم عنهم إلى الجهمية، ومن الجهمية إلى المرجئة، ومن المرجئة إلى القدرية، وهلم جرى لينصح للمسلمين ويبين مما يدل على أن الأمر في نشر المنهج يقوم على أصلين. الأصل الأول تعليم الناس الشريعة السنة دين الله عز وجل غضا طريا. الأصل الثاني أنك تحذر مما يضاد هذا المنهج وهذا الطريق. طبعا ده طريق واعر جدا وأوعر الطرق وأصعب الطرق، وأنت في أمن من ألسنة الناس ما لم تطرق هذا الباب وتكون إماما شيخا معتبرا عند جميع الناس قاطبة. ما لم تطرق هذا الباب، فإن طرقت هذا الباب توجهت إليك رماح وطعنات وسيوف وسهام من أقرب الناس إليك، وهكذا معروف هذا. ولكن وليكن هذا من الجهاد العظيم الذي ينبغي أن نصبر وأن نصابر عليه، ولا بد أن نعلم أن العاقبة إن شاء الله لأهل الحق. طيب نكتفي بهذا القدر.